أصدقائي أنا أريد أقول لكم على شغلة، أريد أعترف لكم اعتراف، أنا زعطوط، أنا زعطوط والله العظيم، أنا أكثر واحد يشخصن الأمور، أنا أسوي من الحباية كباية، أنا دائما أحب أشخصن الأمور حتى إذا ذاك الشخص لا مأذيني ولا مسوي لي أي شيء، بس أنا من أقول شيء أريد أسويه، فمن أقول لهم إذا أحد تجاوز علي بالتعليقات راح أرجع أسوي لهم فيديو، فيتجاوزون بالتعليقات برجع أسوي لهم فيديو وما فاد، وثاني والثالث ورابع، هذا خامس وسادس فيديو أنا ما أعرف. بس نادين الطائي محتواي الأبدي بعد نزار الفارس، أصلا نزار الفارس أنا نسيته هسه، محتواي الأبدي صار نادين الطائي. نادين الطائي ما تحرمنا من مشاكل الحمد لله، وما تحرمنا من سوالفها وكذبها، فآخر شيء نزلت لنا فيديو، بس هالمرة يختلف، كل مرة شغلة بنات لا حج، هالمرة طوائف، جابت لك طائفتين قالت لك أشبك لحية بلحية. شوف لي هذا الفيديو. 1 2 أنا شروقية، تاج على راسك، قندرة أصغر شروقي، الشروقي حما عرضك المطشر، لو نسيتي أذكرك طشروا عرضك وإجا الشروقي حماك وجاب عبايته وغطاك يا المصلخة. هذا الشروقي، من تقولين شروقي تحطين ايدك على راسك وتدنقين. هاي 2 3 دايحة، أكبر وحدة أني أموت على الوناسة والطلعات، هي هاي الوناسة والطلعات يسمونها. نادين انت ايش عليك؟ انت جابك على شروقي ولك، مالك انت اي علاقه، مالك اي علاقه. ثاني شغله ان شاء الله انت اللي قاعد تسولفين بيها بوقتها انت ما موجوده بالعراق. ثاني شغله احنا عراقيين بيناتنا، واحد يسب واحد يسبونا نسبهم، انت ما الك اي علاقه، انت وحده امريكيه. ثاني شيء بوقت هاي الاحداث اللي صارت انت ما كنت موجوده، انت كنت لابسه هاي التراكسود مالتك هذا الاصفر ومخطط كان البرده مال جديتي، وكنت تدقين وترقصين من ولايه لولايه، فلا تقوم تسوي لي انت وانت وانت وانت، يعني انت ما لك اي علاقه بالموضوع. بيناتنا احنا علم واحد مو علمين، ماشي؟ احنا علم واحد بالله اكبر، مو 50 نجمه، ماشي عزيزتي؟ ما الك اي دخل، مالي، احنا طائفتين بيناتنا، ويا ايش دخلك؟ جابج علينا، ما لك اي دخل، احنا بيناتنا، فلذلك تنشبين وتسكتين. هاي وحده. الشغلة الثانية يعني أنا ما أعرف، بس والله ذكرتني بشغلة دهق. أنا عندي واحد من أصدقائي أصوله مصرية، حلو، أمه عراقية، فدائما من أسأله أقول له فلان أنت شنو أصلك؟ يوم يقول لي مياحي، يوم يقول لي تميمي، يوم يقول لي أنا جبوري، يوم يقول لي أنا دليمي، يوم يعني يحيرك يوميا بعشيرة. ليش؟ يشوف مصلحته وين تمشي فيقول أنا مناك. ماشي عزيزي؟ العقل يفتهم. تعرفون طخت براسي شغلة هسه أنا وقاعد أصور، إنه تدرون أنا أقدر أشتكي عليها؟ أبسط من عدها ماكو، منا أتمشي 15 دقيقة عن المحكمة أقدر أرفع عليها دعوة وفق القانون، وفق القانون العراقي، وهي هسه بالعراق، يعني إذا صدر بس ما والله العظيم، يعني إذا أسولف لكم السبب اللي هسه ما يخليني أروح أشتكي عليها راح تقولون علي أتفه من التافه. ما راح أقدر أروح أشتكي عليها، لازم أخذ إجازة، وإذا أخذ إجازة ما راح أقدر أشوف النهائي مال الكاس برشلونة وريال مدريد. والله لو كانت غير هاي الايام عادي ما عندي اي مانع، مو اركب تاكسي، اصلا التاكسي من هنا ب1500 يوصلني، بس اروح اتمشى لها. فعفونا من هذا الموضوع، وموضوع الطائفيه اللي هي جت تحكي بيه وهي ما لها اي علاقه، وما لك انت اي علاقه بينا احنا كعراقيين. خلينا ندخل بمواضيعك، مواضيعك هوايه انت، يعني انا من ما اريد اجيب اليوم. شوف الفيديو. أخذي قدوة إنه من تكبرين وتنشهرين أهلك يرفع بيهم راسك للسماء، أهلك يفتخرون بيك، لا تنشهرين وتبلشين شهرتك بوساخة. إحنا نبلش بنظافة بهذا السوشيال ميديا، ونتأثر بالناس اللي ترفع راسنا وترفع راسها. ديري بالش تنشهرين على أفا وساخة، ولو تموتين ما ينسون بداياتك، لو عيونك تشلع. أصدقاء صراحة يعني نصيحتها يعني لا يعلى عليها، بس شايف مرات من تجيك النصيحة من الشخص الغلط، يعني اللي نصح هاي نصيحة نادين يعني أوكي، هي نصيحة والله نصيحة حلوة واحد يحكي صراحة، بس الشخص الغلط اللي قاعد ينصحها، مثل هسه يخابرنا مصطفى جرثومة يقول لي بلال لازم تصلي ولازم تصوم، لازم هيك ولازم هيك ولازم هيك، فما تنطبق يعني مصطفى جرثومة يعني. انتي وهاي النصيحة يعني ما تقعد.
واذا تريدين دليل شوف هذا الفيديو. بس قبل ما تشوفون الفيديو، هاي الفيديوهات ترى مو انا اللي لامها والله العظيم، انا ما تعب نفسي انا واقوم الم وراها، صراحه جايبهن من بيج، واغلبيه الفيديوهات اللي راح انشرهم فهو اسم البيج اصلا موجود على الفيديو، يعني حتى انا ما تعبت نفسي ولا ادور وراك. شوف الفيديو. شنو ما اتوقع انهم يستقصين بالبث؟ ها؟ كان اول ما بلشت تمار، ما بلشت وجودي على السوشيال ميديا، ايش بلشت لك؟ زرقاء اليمامه لو ربع العدويه؟ لو انا ميمنه؟ لو سبيحتي مثل ذيك المجموعه مجوارين؟ مو هنا بلشت بهاي القاعه سوي تمارين رياضيه وردح ورقص ويساج عبيد. ما اصعد بالسياره اقلب الدنيا قلاب. ما اصور ستوريات واني فاتحه اغاني وطاقه ايجابيه واردح. ما افتح لكم لايفات واروح واجيبكم بالغير مدن واحنا نغني ونرقص. ممكن ما تصير حفله مال دخول 1 مليون لو عيد ميلاد اني ادب لحن. منو انتم حتى تحددون انه انا شنو اريد اسوي بحياتي؟ اذا ما عاجبتك الغي متابعتي وروحي لا تتابعيني، اذا انت تتابعيني يعني متدخلين بحياتي الشخصيه وشنو خياراتي، فما مالك من تتابعني، انت تتابعيني بس على مود محتواي والطاقه الحلوه تاخذينها مني. وشاهد شاهد من اهلها. اكثر من هيك دليل انا ما اقدر اجيب والله، والله ما عندي مانع الله يشهد اقدر اجيب لكم الفيديوهات. هسه فيديو كانت ترقص بيه، فيديو تستعرض بجسمها، فيديو تسوي شغلات يعني وعلى انه تسوي رياضه يعني انت افتهمني يا عزيزي، يعني كل شيء موجود عندي، كل شيء اقدر اقدمه، بس يعني صراحه ما عندي مشكله، حاط متى واليوم وياكم للصبح، بس يعني تحافظينها انتم، مجرد ان انا احط فيديوهات وراح اطول الفيديو وراح تملون. فخلينا نشوف شيء ثاني، خلينا نشوف يعني تدرون به يوميا طالعت لنا بشيء 100% بدون نزع 100% اقسم بالله تاثيري على كل الفئات العمريه من عمر المراهقه لعمر الشياب، تاثيري 100%، والحمد لله والشكر. من هاي الثقه؟ الثقه جايه من ردود الفعل، لكل فعل ردة فعل. اصدقائي انا من جيت على الدنيا انولدت بمنطقه ريفيه وعشت بيها تقريبا 9 إلى 10 سنوات لحد عمر 10 سنوات، فاكو منظر لحد الان انه انا اتذكره وهذا مستحيل يروح عن بالي، واغلبيه اللي يشوفون الفيديو اكيد شايفينه، واذا 99% من عندكم انتم شايفينه. مبدئيا الامثال تضرب ولا تقاس، نرد نعيدها، الامثال تضرب ولا تقاس، هذا مجرد مثل. فكنت انتبه على شغله، اكو قطيع مال غنم يمشي حلو، قطيع كامل حلو، يتبع من؟ انت عرفت يتبع من؟ كان يتبع زمال. هو طلي بعد طلي شيء ما يعرف كل شيء، مو ذنبه، هو ما يعرف كل شيء. صوت الراعي جاب له، ما جاب له بشر يروح يقوده ويسوي، لا جاب له زمال. فهذا من الولد شافك زمال، هذا الزمال يوديه والزمال يجيبه، يعني هو طلي والقوده زمال وانت استلمها بعد. اسف وانا قلت لكم الامثال تضرب ولا تقاس، خلينا نشوف غير فيديو. والشباب لو يعرفون اني دوم صافه بصفهم، ولو يعرفون انه اني هم تجيني الشكاوي منهم وانا اصير وياهم عليهن، كان كلهم حبوني، وكثير يعرفون طبعي وكثير متابعيني. لكن اني اقدم تحياتي لكل شخص ما يعرفني وما متابعني ويشوف مقاطع صغيره وهي معكوسه مو صح. لكن اني كلامي يكون موجه لاشباه الرجال، يعني حشاكم محشومين، لاشباه الرجال اللي ياذون النساء، يضربون النساء، يعنفون النساء، يعاملون المراه وكانه سلعه تباع وتشترى. ذولي فقط اللي اني محتواي، اما الرجل فيبقى تاج على الراس. عزيزتي نادين، ماكو شاب بالعراق ليش توقفين بصفه، ما محتاج اصلا انه انت توقفين بصفه، وماكو بنيه بالعراق محتاجه انت توقفين بصفها. احنا نضوج من عندك من ورا شغله واحده، انه انت تعكسين صوره، يعني تعكسين شيء اصلا ما موجود. ما احكي لك 100%، لا اكو نسبه، اكو ناس مو خشوادم صح، بس انت قاعده تعممين 99% ما اقول لك فاصل 99 ماشي، انت قاعده تعممين عليهم. الشغله الثانيه اللي احنا اصلا نضوج من عندك من وراها، انه انت تدعين المثاليه على من تدعين المثاليه على بنات. طبعا البنيه من تدعين المثاليه عليها وانت اصلا ما تصلين للمثال، ما عندك اي شيء من المثاليه، بس انت متدعين المثاليه قدامها وتشوف كقدوه اللي هي المثاليه نادين الطائي هيك تسوي، فهي ايش راح تسوي؟ انت هذا فكري بيه، بس انت لو تفكرين بيه هذا الشيء. الشغله الثانيه اللي هسه انا ما قاعد اجمع كلام، ما قاعد يجمع بدماغي من وراء شغله واحده بس، انا هسه ركزت
انت ليش شكلك هيك؟ انا بالفيديو الاول ما انتبهت، يعني اثنينهن ترى اثنينهن يعني نفس اللقاء، بس انا ما مركز، انا هسه يلا شفت، يعني هسه واريد اجمع كلام بدماغي حتى احكي. يعني انا قلت لك انتم تعرفوني انه انا من اجي اصور مو من النوع اللي اسجل كلام او اكتب كلام واجي اصور، لا اجي افتح الفيديو اشوفه واصور قبل. بس انت وجهي ليش هيك؟ طبعا يعني انا بعد ما ركزت حاليا، انا احب اقول لك شغله واحده، انا اسف لان انا احكي على وحده بقد جديتي، وحده اكبر من امي، اصلا امي المفروض تقول لي جده. واحنا نعتذر، انا نيابه عن كل يوتيوبر اللي حكوا عليك غير، احنا نعتذر منك. بس سؤال واحد، انت مو كنت على اساس ما تخلين فلاتر؟ شو انت حاطه ميك اب هنا؟ انت ليش وجهك هيك مسوي؟ ايش قد عمرك؟ لا والله لا. صدق انا اول مره انتبه. لا والله، لا بكل مهاية وعلى السناب والبنات يكتب لها شوفي لنا شكلك بدون فلتر وتطلع لهم بشكل. انا اقتنعت بس اقول مستحيل، يعني هي اكبر من امي، انا متاكد بهذا الشيء، وجهها ما بيتجاعيد شلون. بس هسه حاليا انا من شفت الفيديو، لا عزيزتي انت مو اكبر من امي، انت اكبر من جدتي الله يرحمها اللي صار لها اكثر من 10 سنوات ميته. أصدقائي قبل ما ننهي الفيديو، إذا عجبكم الفيديو خلي لايك واشتراك، وإذا ما عجبك هم خلي لايك واشتراك، واكتب لنا على أي واحد تريدنا نحكي عليه بالتعليقات، ما عندي أي مانع، تريد تجيبنا نجيبه، أنا اليوم أصعد لك على الستيج، ما عندي أي مشكلة. شغلة ثانية وكالعادة، هذا صديقي اسمه مصطفى جرثومة، أطلب فلوس من 2016 2017، أطلب 12 ونص، الولد ما يرضى يرجع لي فلوسي. انزل صوره على اليوتيوب اقول له يابا فضحتك انا راح اسوي، يدز صوره لا يجدد لي، يقول هالصوره صارت قديمه، يحكي عليها بصور جديده. يعني الولد متسامح ويا الكل صراحة يعني، وعاجبته الوضعية، فأرد أكرص عليه شوية بس لازمتني أخلاقي، فأي أحد يشوفه يقول له قفاص حرامي رجع الفلوس البلاد. 12.5 ألف دينار عراقي، من كان يساوون $10 هسه صارت $8.5. باي.